Democratic Republic of Algeria. السيدات والسادة، يرجى التكرم بالوقوف إن أمكن للنشيد الوطني لجمهورية والجماهير الجزائرية في الجانب المقابل في مواجهة جماهيرية كبيرة جدا. الكرام في المجلس تقول بصوت العزة والكرامة: شعب وقف مع التاريخ وضحى لأجل الحياة وأقسم أن تبقى أرضية الملعب، يبعدها إلى خارج أرضية الملعب، تصل بعد ذلك إلى رمية تماس. لا زالت مستمرة وقائمة رأسية. محاولة تأتي الآن بنزية عرضية من ركلة ركنية أبعدت، تحولت في الجانب المقابل، البحث عن المرتدة، عادت جزائرية من جديد، جزائرية من جديد. لا 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 مرة أخرى لمصلحة إيرينغ. يعود في وسط الميدان الآن، تحولت في الجانب المقابل، مرتدة جزائرية خطيرة الآن لمصلحة منتخب الجزائر، وصلت إلى بولبينا قوة كما هو الحال في الجانب المقابل بالنسبة للجماهير السودانية. جماهير اللقاء من الدرجة الأولى بصراحة. حلو اللقاء في المدرج. انطلاقة من بولبينا الآن داخل منطقة الجزاء. بولبينا والنور اليوم تحت لواء واحد وتحت راية واحدة. يأتي الانذار وتأتي البطاقة الحمراء، على آدم والناس، وما فيها فار يا مجيد، هذه بطاقة صفراء ثانية، وهو لا مستحقة على آدم والناس. خرشوم ومحمد إيرينغ، ياسر جوباك في الجهة اليمنى، وكرة ومحاولة سودانية، لكن في مباراة اليوم كرة تلعب من ركلة ركنية سودانية عرضية داخل منطقة الجزاء. جديد للسودان، وطن الخير والمحبة والصبر، هكذا يرددون ويبقون. محاولة جزائرية، كرة لمصلحة الجزائر، تسديدة تأتي إلى خارج أرضية الملعب. محمد عبد الرحمن يطالب الجماهير بالمؤازرة والتشجيع، ويطالبهم بالغناء والتصفيق، ويطالبهم بالصراخ ومؤازرة الفريق في قادم لحظات هذه المواجهة. كرة عن المنتخب السوداني، يتقدم الجزولي في الجهة اليسرى الآن، سودانية عادت من جديد لمصلحة الجزولي. نوح ياسين بنزية، من اللي راح يسدد الكرة القادمة؟ من اللي راح يلعب الكرة القادمة؟ بولبينا ولا بنزية؟ بولبينا هو اللي راح يلعب الكرة، والمحاولة لمصلحة الجزائر من هذا المكان، ومن كرة ثابتة يبحث عن تثبيتها في الشباك. عادل يسدد، لكن تصطدم المحاولة، وبعد ذلك محمد. منتخب السودان يجري تبديل، الطيفور، والبديل سيكون اللاعب المشاركة اللي كانت قبلها، كانت في السعودية عام 2012. المنتخب السوداني قدم حضورا رائعا في بطولة كأس العرب، لكن لم يتأهل. كرة من جديد سودانية الآن في المنتخب السوداني، كان عن طريق اللاعب أحمد عادل في شباك منتخب العراق في النسخة التاسعة هنالك في مدينة جدة. عادل للجزولي لا لعب الكرة العرضية الماضية، لكن شعال في التوقيت المناسب يبعد الكرة والخطر،
والمحاولة إلى خارج أرضية الملعب.